الأصدقاء الأعزاء، صديقات العزيزات في كل مكان، مرحبا. في هذه الجلسة سأتحدث عن عمل روائي أدبي مهم وجميل وممتع، يتناول الكثير من النقاط أو المناطق التي يمكن اعتبارها يعني شبه عمياء، مناطق غير مطروقة في عالم الأدب والرواية. وهذا في تقديري وظني هو دأب وسعي الأعمال الإبداعية، أن تذهب إلى مناطق مجهولة، آه، وتستكشفها وتسلط الضوء عليها. يعني منطقة هامشية مهمة جدا في الواقع الذي نعيشه، منطقة مهمة جغرافيا ومهمة حضاريا وغنية وثرية بثقافتها وببشرها الجميلين. لكن قبل أن أصارحكم بعنوان هذا العمل والمزيد من الحديث حول هذا العمل، آمل أن تكون فناجين القهوة جاهزة لكي يكون حديثنا عن هذه الرواية مصحوبا بنكهة القهوة. قيل الكثير في الاستشراق، نقدا مدحا وذما وما بينهما، لكن إذا ما تمنا النظر إلى الشرق من قبل الأدباء المشرقيين الذين يعيشون في الغرب عبر نتاجاتهم، وتحديدا فن الرواية ومحاولة اكتشاف التفاصيل الهامشية الإيجابية التي تركها الغربيون الاستعماريون، بخاصة منها الفنية أو ما يتعلق بالعمارة والقانون وبناء المؤسسات. هل يمكن اعتبار ذلك ضربا من ضروب الاستشراق؟ هل تصلح الرواية لأن تكون محاولة للإشارة إلى الأشياء الإنسانية الفنية التي تركها الغربيون في بلاد الشرق، بمعزل عن البروباغندا الاستعمارية الغربية المروجة للغرب والبروباغندا السياسية القومية والدينية المشرقية المضادة للبروباغندا الأولى التي أتينا على ذكرها؟ وهذه البروباغندا التي تحاول شيطنة كل تفاصيل الحقبة الاستعمارية. كيف يمكن للأديب أو الأديبة أن يكون لهما روايتهما الخاصة، والتي ربما لا تنسجم مع الروايتين الغربية والشرقية التقليديتين التي أتينا على ذكرهما لحقبة الاستعمار؟ كيف يمكن للأديب أو كيف يمكن للأدب والرواية على وجه الخصوص لعب دور التنقية وإزالة تراكمات ومخلفات التصورات النمطية عن العلاقة بين الشرق والغرب؟ هذه الأسئلة وغيرها أسئلة أخرى تشكلت لدي وأنا أطوي الصفحة الأخيرة من رواية الرسام الإنجليزي وحكاية جدارية البرادية وطبرق للأديبة والروائية الليبية رزان نعيم المغربي. لماذا يعني قلت ذلك، ولماذا تشكلت لدي هذه الأسئلة التي ذكرتها لكم؟ لأن هذه الرواية تنحو منحا إنسانيا متوازنا
يفضي إلى البحث عن التفاصيل الهامشية والعميقة والمنسية وسط وساخات التاريخ وقذارات الحروب الماضية منها والحالية، وبشاعة حقبة الاحتلال والاستعمار. وسط كل ذلك، هذا العمل الروائي يحاول يعني الانتصار لتلك الهوامش الإنسانية والنفحات والجوانب الإنسانية التي لا تخلو منها أي حقبة مليئة بالصراعات والحروب والنزاعات والدم والموت والخراب. لذلك قياسا على ما تضمنته صفحات هذه الرواية من تلك التفاصيل الإنسانية الجميلة والهامشية، في تقديري وظني أنه هذه المحاولة الأدبية يعني هي جرأة قلما نجدها في الأعمال الروائية، في مواجهة هذه الجرأة الأدبية الروائية. يعني يمكن اعتبارها الخطاب الإبداعي المناهض لفشل الأنظمة المشرقية التي أتت بعد حقبة الاستقلال، بما تركته تلك الأنظمة من تراكم وركام أدبي أيديولوجي شعاراتي يساري قومي أو ديني معاد للغرب جملة وتفصيلا. هذا التراكم اللي خلفته يعني اتحادات الكتاب الموالية للأنظمة المشرقية. وفي تقديري أنه ثورية الرواية في الوقت الحالي، في الوقت الراهن، يمكن قياسها بمستوى ما تقدمه من رؤية معاصرة جديدة هادئة متوازنة وإنسانية، تقل فيها الحمولة الأيديولوجية التي بدأت تطفو على سطح الخطاب السياسي الثقافي الديني المشرقي عقب حرب الخليج الثانية. وازدادت تلك النبرة تأججا، النبرة المعادية للغرب، مثلما هنالك خطاب غربي معادي ومشيطن للشرق، أيضا هنالك خطاب معادي للغرب يتسرب إلى النصوص الأدبية والروائية والشعرية وما إلى ذلك. الثورية يعني ثورية الأعمال بما تحاول يعني زحزحة تلك القراءات النمطية للغرب، أو زحزحة تلك القراءات النمطية أيضا في الغرب للشرق. رواية الرسام الإنجليزية خطوة في هذا الاتجاه حسب قراءتي ورؤيتي ل يعني ما وراء السطور، أو الأفكار التي حاولت الكاتبة قولها بدون أن يكون هنالك يعني جهر مباشر وفاقع، إنما تركت الأمر يعني متروكا ضمن النص، والنص بوصفه حمال أوجه من تلك الأوجه التي قرأتها ورأيتها واستشففتها ضمن هذه الرواية، أنه تلك النزعة الثورية التي تحاول أن تعيد الأمور إلى نصابها المتوازن الإنساني الذي ينتقد، لكن دون كراهية ودون شيطنة ودون تمادي في البغض ويعني كيل الضغينة للآخر في الغرب جملة وتفصيل. وبالتالي يعني بالضد مما يشيعه وأشاعه أنصار ذهنية المؤامرة، و يعني الذين يحاولون بشتى الوسائل
شيطنة كل شيء آت من الغرب على أنه استعماري ومؤامرة تستهدف الدين والقومية والملة والثروات وكل هالتفاصيل. لكن ينبغي أن يكون هنالك شيء من التوازن، يعني بالنظر إلى الأمور الإنسانية. يعني مستشرق غربي حاول أن يكتشف المشرق، أن لا نشيطن كل مجهوده. فنان رسم أو ترك أعمال فنية في بلاد المشرق عن بلاد المشرق، أن لا نشيطن هذه الأعمال حتى ولو كانت تلك الأعمال الفنية متزامنة أو ضمن حقبة استعمارية، بوصفها أن كل شيء تابع للاستعمار هو يعني استعمار، حتى ولو كان فن أو كذا. يعني أنا أسمع أحيانا أنه حتى فيما يتعلق بالنقد، أنه النظريات النقدية الغربية والتي شوهت كل ما يقال ويشاع من يعني هي من اشتقاقات ذهنية ونظرية المؤامرة. هذه الرواية تحاول أن تقدم خطابا يعني لا تدخل في المواجهة بشكل مباشر، لكن لا تبتعد عن المواجهة أيضا. يعني لا تستسلم تماما لكل هالتصورات التقليدية. وبالتالي فوق هذا التصور والفهم، وفي يعني ضمن السياق الإجابة على تلك الأسئلة التي ذكرتها في بداية هذه الجلسة، أجد أن رواية الرسام الإنجليزي الصادرة العام الماضي 2023 عن منشورات ضفاف والاختلاف وديوان، في 348 صفحة من القطع المتوسط، أجد هذه الرواية على أنها محاولة هامة وجادة وجريئة لتقديم صورة ليست مخالفة كما ذكرت، بل مختلفة نوعا ما، عبر اتخاذ عمل فني غربي تركه جندي محتل أجنبي إنجليزي في ليبيا كخلفية أو ركيزة أو جريئة أو مسند. يعني سموه، يعني بإمكانكم أن تسموا هالعمل ما شئتم، لسرد جانب من تاريخ ليبيا المعاصر من خلال سرد حيوات أبطال وشخوص الرواية الرئيسيين والهامشيين الذين يتحركون في فضاءات الرسام الإنجليزي. يعني أول شيء يواجهنا في أي عمل إبداعي والعنوان. العنوان بسيط ومركب. الجزء الأول منه مباشر وواضح، الرسام الإنجليزي. والجزء الثاني أيضا يعني حكاية جدارية البرادية وطبرق. برادية وطبرق. العنوان الأول يحدد، العنوان الرئيسي الكلمة الأولى الرسم تحديد المهنة، والإنجليزي تحديد الانتماء وهوية صاحب المهنة. الرسام الإنجليزي فيه وضوح، لكن هذا الوضوح وهي البساطة أيضا تنطوي على سؤال: من هو هذا الرسام الإنجليزي؟ يعني لا يوجد اسم، العنوان لا يعطينا اسما. يعني بريطانيا أو إنجلترا مليئة بالفنانين التشكيليين، من هو يعني هذا الرسام؟ مقصدي أنه على بساطة الجزء الأول ووضوح الجزء الأول، لكن هذه البساطة لا تتخلى عن مسحة من الغموض والفضول والسؤال اللي يتشكل لدى القارئ، أنه من هو هذا وما علاقته بهذا النص، وما علاقة هذا الرسام الإنجليزي بليبيا. ليبيا بوصفها يعني كانت تحت الاحتلال ال 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 الإيطالي.
يعني يفترض أن يكون يعني الرسام الإيطالي، وإيطاليا هي من هي في الفنون والنحت والرسم والتشكيل. وبالتالي علاقة هذا الرسام يعني الإنجليزي بجدارية البرادية ومدينة طبرق الليبية. هذا العنوان صحيح. العنوان الثاني، العنوان الفرعي، يشرح بشكل أو بآخر متن الرواية. وأنا يعني أحذر دائما من أن يكون العنوان الفرعي شرحا للعنوان الرئيسي، أو شرحا أو يعطي يعني شيئا عن مضمون النص. أنا أميل أكثر إلى تلك العناوين اللي لا تزيد من جرعة الفضول والاستكشاف لدى القارئ. لربما يعني آخرين، قراء آخرين، لا أقول أنه وجهة نظري الصحيحة، ربما نقاد وقراء آخرون يرون أنه لا، يعني مسألة الرسام الإنجليزي وطبرق وجدارية البرادية هذا أيضا، يعني هل التركيبة الكتلة العنوانية بجزئها الأول والثاني يعني كلها يعني أيضا تشكل علامات استفهام وتعجب في ذهن القارئ. بالمحصلة بالنسبة لي عنوان العمل كان يعني ينطوي على حس الفضول، أو يحاول بلورة الفضول والاستفهام والتعجب لدى القارئ. وأصلا العنوان أو العناوين، عناوين الأعمال الأدبية، شعر ورواية وقصة، يفترض أن تنحو هذا المنحى. وقد نجحت رزان نعيم المغربي في ذلك. عطفا على مسألة العنوان ونزعة الفضول والجذب والتشويق الذي يفترض أن تخلقه العناوين لدى القارئ، وهذا ما يعني نجحت فيه رزان المغربي في يعني الرسام الإنجليزي. أيضا المتن، متن العمل، ومنذ يعني الصفحة الأولى، ومنذ يعني ومن السطر الأول هنالك يعني حس استقصائي وتحري موجود في الرواية. يعني من السطر الأول تدخل رزان المغربي، أو تدخل رزان المغربي قارئها في شرك الفضول ومعتركه بالقول. لا أحد من سكان قرية البردي في ذلك الوقت عرف سيرة السيدة الرومية بسبب زياراتها المتكررة المتباعدة بعد رحيل الطليان ووجود الإنجليز في طبرق. الصفحة 9. وطلبت تلك السيدة من أحد القرويين أبناء القرية حماية مبنى، يعني لا أحد يعلم عنه أي شيء، يعني عن هذا المبنى. زيدوا على ذلك هذا يعني عنوان هذا المقطع الأول، الجزء الأول، الفصل الأول من الرواية، عنوانه سر المرأة الغريبة. سر المرأة الغريبة أيضا فيه ما فيه من شحنة التشويق والتحفيز وشد القارئ إلى متن الحكاية. عمليا الرواية تبدأ من سنة 2011 باختفاء حكيم، أحد شخوص وأبطال الرواية، طالب دراسات عليا، وهو على وشك مناقشة رسالة الماجستير عن جدارية البرادية، وليبيا غارقة وقت ذاك وحاليا في الحرب الأهلية والاضطرابات على خلفية
الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها تونس، ليبيا، مصر، سوريا واليمن، وما ترتب على ذلك من فوضى ونزاعات وصراعات دموية بين السلطات ومعارضاتها. ذلك الشاب حكيم بعد اختفائه ترك خلفه رسالة غامضة وحقيبة مليئة بالأوراق. وبالتالي من السؤال الأول عن حقيقة المرأة الأجنبية الرومية إلى سؤال اختفاء حكيم ومضمون حقيبته، ثم البحث عن الجدارية، فالخوض والخوض في تتبع سيرة صاحبها الرسام الإنجليزي جون فريدريك بريل ومراحل إنجاز تلك الجدارية وما رافقها من أحداث دراماتيكية، يعني إنجاز الجدارية. هذا الخط البياني المتوتر المشوق زاد من نزعة التقصي والتحري في السرد من دون أن تكون هذه الرواية بوليسية. السؤال يعني هل عرضت الرواية جوانب من الواقع الاجتماعي الليبي في تلك الحقبة؟ نعم. هذه الرواية يعني تناولت الواقع الليبي في فترة الاستعمار الإيطالي وتفاصيل الحياة في معسكرات الاعتقال. هذا موجود يعني في سياق الإجابة على الأسئلة التي أنا ذكرتها في بداية هذه الجلسة. تفرض الكاتبة مساحات هامة أخرى يمكن اعتبارها جزء استراتيجي من الكسوة الدرامية والاجتماعية للرواية عبر تسليط الضوء على التركيبة القبلية والمناطقية في ليبيا والفروق بين أهل المدن وأهل القرى والواحات في الصحاري الشاسعة، ومستويات التباين بين أنماط المعيشة في تلك المناطق وما تنتجه من أنماط في التفكير، يعني طبقا للمقولة الشائعة، المقولة اليسارية الشائعة: لكل نمط من المعيشة نمط من التفكير. بالإضافة إلى العادات والتقاليد التي تتسرب إلى الحيوات السياسية والثقافية أيضا، وانعكاس ذلك على يعني مستويات أو ما يمكن القول أو وصفه بتقويض حقوق المرأة والنظر إليها يعني بنظرة دونية أو محل شبهة واتهام وإدانة إلى أن يثبت العكس. كما أشارت الرواية يعني بطبيعة الحال الجانب السياسي أيضا، يعني الواقع السياسي في البلد أفردت له رزان المغربي مساحات، لكن دون الانزلاق إلى الخطاب المباشر الروتيني، يعني دون أن تسمح بأن ينزلق السرد نحو الرواية السياسية المحضة. يعني لم تهمل الواقع السياسي، لكن عالجت الموضوع بطريقة فنية وسلسة ومدمجة في يعني الأولوية كانت للواقع الاجتماعي، لكن لا يخلو الأمر ولا يمكن تجنب الواقع يعني التعريج على الواقع السياسي. أشارت الرواية إلى أحداث الثورة على نظام القذافي ومآلات البلاد المأساوية والخوف من المستقبل ومجيء الإسلاميين الذين مزقوا البلاد والعباد. كما انتقدت الرواية مرحلة حكم القذافي في أماكن عديدة، وانتقدت أيضا الميليشيات والسلطات الأمر الواقع التي أتت بعد سقوط نظام القذافي وفرض هذه الميليشيات والسلطات للحرب الأهلية مع الأسف الشديد إلى يومنا هذا. خفت ربما يعني وتيرة
تلك الحرب، لكن ما زالت قائمة، وما زالت يعني ممكن أن تنفجر وتطحن البلاد مجددا في جولة جديدة من العنف الدموي الأهلي الذي يعني شهدته ليبيا ولم تنتهي منه حتى هذه اللحظة. الشخصية الرئيسية بالنسبة لموضوع الشخصيات هي شخصية سلمى، وإلى جوارها تتسع الدائرة: جدتها ووالدها وأصدقائها، محيطها، كيف تتسع دائرة العلاقات. طبعا الروائية رزان يعني آه، قامت بتقسيم المسألة بشكل هندسي، يعني وكيف تتطور الشخصية المركزية يعني تتطور معها الشخصيات الأخرى التي في بعض الفصول تتحول إلى شخصية مركزية. يعني بعض الشخصيات في فصل ما يكون دورها هامشيا، لكن في فصل آخر تتحول إلى شخصية مركزية. تطور هذه الشخصيات على صعيد الحياة والمناصب والأفكار والمواقف نجحت رزان المغربي في بناء الدرامي والاجتماعي والنفسي، في بناء شخصياتها في الرسام الإنجليزي. طبعا لا يمكنني الحديث عن القصة وتفاصيل القصة لكي لا أقتل التشويق لدى القارئ. كل ما ذكرته في هذه الجلسة أو يعني مجموعة الانطباعات والأسئلة والاستنتاجات اللي خلصت بها من قراءتي للرسام الإنجليزي، وفي ظني وتقديري، وأعتقد يعني عندما يقرأ القارئ هذا العمل سيدخل ضمن أنسجة وصيرورات التحولات والعقد الدرامية والبؤر الدرامية وتطور هذه الرواية، وتطور الشخصيات، وتطور مستويات السرد أيضا. لكن في نهاية الرواية يتضح كما اتضح لي، يعني إن القارئ يعني وقع في فخ العنوان، سواء العنوان الرئيسي أو العنوان الفرعي، على حد سواء. وأنه هذه التحفة الأدبية الرسام الإنجليزي، هذه التحفة الأدبية لم تكن عن الجدارية 100%. الموضوع لم يكن يعني كما يفصح عنه العنوان، والمتن لم يكن عن مدينة طبرق 100%، ولم يكن 100% عن الرسام جون بريل صاحب الجدارية، بل كان عن ليبيا التي كانت رازحة تحت سلطة الاحتلال الإيطالي، وكيف أصبحت ساحة لحروب الآخرين الإنجليز الذين يهاجمونها من مصر، من الشرق، والألمان الذين يهاجمونها من الغرب، والطليان الموجودين في ليبيا، وكيف كل هذه الجيوش والاحتلالات تتقاتل وتتطاحن على الأرض الليبية، والذي يدفع ضريبة هذا الاحتراب والتطاحن العالمي على الأرض الليبية هو المواطن الليبي. قد تبدو
وهي بالفعل هكذا. يعني هذه الرواية آه، صعبة، يعني ليس بالأمر الهين أنه الخوض في كل هذه التفاصيل. لكن في ظني وتقديري أنه من طبائع النص الروائي المتعوب عليه مثل الرسام الإنجليزي أن يكون يعني متعبا. يعني الكاتب تعب أو الكاتبة تعبت في إنجاز يعني وإنجاب هذا العمل الروائي. يعني من طباع النص الروائي المتعوب عليه أن يكون متعبا للقارئ ومتعبا للناقد. أحيانا يعني بشوف بعض النقاد انه هذه الرواية اتعبتني. الرواية ينبغي ان تتعبك قليلا، يعني لانه الكاتب تعب فيها. الكاتب الحقيقي انا اقصد، مش الكاتب اللي كل شهرين او كل 3 اشهر ينجز عملا روائيا يعني كيفما اتفق. الكاتب اللي بالفعل يخلص لفن الرواية ويتعب حتى ويبذل مجهودا حتى يقدم للقارئ كتابا أو عملا روائيا أدبيا يظهر يعني من خلال القراءة، قراءة النص، أنه هذا النص متعوب عليه ولا لا، يعني الذي كتبه كاتب محترف ولا لا. وبالتالي الرسام الإنجليزي يعني هذا كان تقديري واستنتاجي للموضوع، أنه نص متعوب عليه ويتعب، يتعب قارئه. لكن هذا التعب اللي هو اللي فيه متعة، التعب اللي مثل ما شخص يعني يتعب في أرض ويأكل من تعبه من كده. أيضا المتعة المستحصلة من قراءة هذا العمل الروائي لن تكون متعة سهلة، لكن لن تكون متعة مستعصية وعويصة أيضا، لا، بحيث أحيانا القارئ يهجر العمل الروائي. لا، هذا النص يعني متعوب عليه، ويعني هو من النصوص اللي يعني أتمنى أن تكون العبارة يعني تسعفني لكي أوصل بالفكرة بأقل قدر ممكن من الخسائر. عمل اجتماعي يتحدث عن السياسة من دون أن يكون عمل سياسي، يتناول جوانب تاريخية من دون أن يكون يعني عمل تاريخي، يتطرق إلى التنظيرات النقدية في التشكيل وما إلى ذلك دون أن يكون يعني يغرق في الاستعراض التنظيري للفنون التشكيلية. عمل ممتع، ويعني يعني بالفعل ملذات الحياة. وهي قسمت الروائية عملها إلى عدة فصول عنونتها بالملذات. قسمت رزان كما ذكرت روايتها إلى فصول، والفصول إلى مقاطع. عناوين الفصول عبارة عن يعني ملذات، مثلا يعني ملذات التخفي، ملذات الترحال، ملذات الصداقة والغواية، ملذات الفن، ملذات مباهج الحياة، ملذات الصداقة والغواية 2، ولنصل إلى ملذات الحب، ثم ملذات الظهور. هذه الملذات الموجودة في الرواية إذا تتبعنا عناوينها نجد أنه هي
يعني ملذات الحياة بالتفاصيل. بالفعل يعني المتن الروائي، الرسام الإنجليزي المتعوب عليه يمنح قارئه آه، وناقده تلك الملذة والمتعة، آه، متعة الاستكشاف، التحري، التقصي، آه، العرض، التحليل والمعلومة. يعني هنالك قيمة معرفية وقيمة فنية آه، تنطوي عليها هذه الرواية. قد يسألني يعني أحدهم أنه بالعادة يا هوشانك، أنت يعني أثناء القراءة ترى بعض المشاكل أو ما تعتبرها مشاكل في ال- العمل الروائي، ويعني لكي لا يكون قراءتك الانطباعية مش يعني احتفائية، هل يعني صادفك بعض المشاكل في هذا العمل؟ نعم، لكن مشاكل قليلة جدا، يعني قليلة جدا. آه، والمشاكل القليلة جدا آه، دليل ومؤشر على أنه الجهد المبذول في هذا العمل هو جهد كبير، جهد كبير وتعب كبير. وبالتالي هذا العمل في تقديري وظني بحاجة إلى المزيد من المتابعة والقراءة والنقد بشغف وفضول وأسئلة وتقصي وتحري. آه، حاولت أن أوجز انطباعاتي حول قراءتي لهذا العمل، وأنقل هذه الأفكار وهذه الانطباعات والاستنتاجات إليكم عبر هذه الجلسة. آه، وأتمنى أن أكون موفقا في تحفيزكم ودفعكم نحو قراءة الرسام الإنجليزي، على أمل أن آه، تمنحنا رزان نعيم المغربي تحفا أدبية روائية أخرى مضافة إلى تجربتها الروائية والأدبية الغنية والثرية. دمتم في عناية الأدب، في عناية الرواية، في عناية الإبداع.